من هنا يبدأ الطريق لتقفيل الفيزيكس. شرح منظم لكل أجزاء الفيزيكس بالتركات والفنيات اللي موجودة فيها. نظام حصتنا هو نظام تفاعلي، بمعنى إنه إحنا قاعدين بنشتغل، أنا بشرح إكزام، حضرتك بتحل بعد مني على طول، بتفرج معاك، وهنا بيجي دور التفاعل جوه الحصة. ما عندناش طالب هيخرج مش فاهم. بعد ما نخلص الحصة مباشرة هتلاقي الحصة موجودة على المنصة متاحة ليك مجانا، عشان لو حبيت تراجع. الأسئلة هي الأهم، وخاصة في مادة زي الفيزيكس هنتعرض لأكبر قدر من الأسئلة عشان نتعرف على المشاكل اللي ممكن تقابلنا. استنى، بعد كل حصة هيكون في واجب، ومش هنسيبك لوحدك، هنحل معاك الواجب كامل من خلال فيديوهات على المنصة. الواجب هيكون تراكمي شامل لكل اللي اتشرح في الحصص اللي قبل كده. وعشان نتدرب على امتحان الفيزيكس من أول يوم، فهيكون فيه كويز كل حصة على اللي فات، وامتحان شامل كل 4 حصص على كل اللي فات، وده هيستمر معانا طول السنة عشان تبقى مستعد علميا ونفسيا لامتحان الفاينل. خد بالك، هنعرف انت دخلت على المنصة سلمت الواجب ولا لا، وهيكون في متابعة مع الطالب من خلال الدعم الفني، وكمان متابعة مع ولي الأمر. وعشان نظبط المعادلة أكتر هنحل امتحانات كل السنين السابقة، دور أول ودور تاني، وكمان الامتحانات التجريبية اللي الوزارة نزلتها. وكل الأفكار بتاعت نماذج الوزارة القديمة هتلاقيها موجودة في الملازم بتاعتنا، وهتكون مصادرنا كتيرة اللي هنحل منها غير الكتاب بتاعنا. زي هيكون عندنا كتاب المعاصر، وأي سؤال موجود في أي حتة حلو هتلاقيني جايبهولك، وبذكر لك المصدر بتاعه. أسئلة من جامعة كامبريدج للآي جي، أو أسئلة من امتحانات الإيدكسل، أو من جامعة هيرسون، أسئلة من أكسفورد. كل دي هتلاقيها موجودة في كتابنا من جميع المصادر اللي ممكن تتخيلها. أي واحد بيتكلم فيزيكس وعنده سؤال حلو مش هتلاقيني إلا وحطه جوه الملزمة بتاعتنا. بعد كل تشابتر في مراجعة بنربط لك فيها اللي فات، ونلم أفكار التشابتر. هيكون متاح للطالب إنه يتواصل مع الدعم الفني. طب قدر إن ظهر لك مشكلة، والمشكلة دي شخصية وانت مش عارف تحلها من اي حته، هيتحدد لك ميعاد وهخش معاك بنفسي زوم احل لك المشكله الصغيره. بفكرك اني مش هشرح لك الدرس كامل، انا هحل لك المشكله اللي انت ذكرتها، الحاجه اللي واقفه معاك، فخليك مركز. والسنه دي هنفعل نظام الاوفيس اورز، وده يطلع ان شاء الله. حضرتك في كل سنتر من السناتر اللي بنشتغل فيها هيكون في ساعات انا موجود فيها، هحددها لكم في كل سنتر بعد الاتفاق. اللي هيحصل اللي عنده مشكلة هيجيني في هذه الساعة اللي أنا محددها في السنتر الفلاني عشان أحل له المشكلة فيس تو فيس. الفيزيكس إن شاء الله هتكون أسهل مادة عندك السنة، ما تشيلش هم الفيزيكس.